لا معك حب عيبة، أنا عندي خرف علان، ما معناتها؟ سبول 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 لا معك حب عيبة، أنا عندي خرف علان. سبول، احنا عندنا سبول. إذا معك حب عيبة أنا معي خرف علان، وش معناته؟ ما ادري. ها؟ ما ادري والله. سألمت حقكم اللي هنا. مثلا زراعة. والله ما ادري. لا معك حب عيبة أنا معي خرف علان، يقولوا أصحاب جبن الضالع، إيش معناته؟ لا معك حب عيبة أنا معي خرف علان. ما مش عارف. أقول لك إذا معك حب عيبة ركز معي. عيب عيب. أنا معي خرف علان. يعني وقت كلام علان قل عيب. مثلا اذا قال معك حب عيب بين عيب لشيء بس يكون به خرف علان، يكون زياده انتاج علان، قليل يكون قليل الانتاج، كثير انتاج معك خرف علان. بيقولوا في دمت لا معك حب عيبة أنا معي خرف علان، ما معناته؟ أعطيك جائزة. لا ما اعرف منه. حب عيبة أنا عندي خرف علان، ما معناته؟ أعطيك جائزة. والله ما على شيء. من أمثلة جبن في محافظة الضالع، يقولوا إذا معك حب عيبة أنا معي خرف علان، وش معناته؟ أعطي جائزة. أنا إذا معك حب عيبة، إيش معناته حب عيبة؟ الحب المخزون بالبراميل. حب مخزون في البراميل، أنا معي خرف علان، إيش معناته أنا معي خرف علان؟ بالدافن المدافن. خليتها سنه. أيوه. ها؟ أيوة. خليتها سنه. أيوة. وبعدها زرعتها. أيوة. عودت اقشبها من بدع. أيوة. وقشبتها وذريتها وعهدنتها وبعدها شتيتها. أدت زراعة كويسة. ايوه. الدر مدافن كثيره. كلام سليم وإجابة سليمة تماما، وهذه هي الإجابة السليمة لمثلنا الشعبي. أخونا أعطى الجزء الأول والأخ أعطى الجزء الثاني. إذا معك حب عيبة، إذا كان لديك حبوب مخبأة في البراميل ومرتاح مفتهن انك تشبع يعني من الحبوب، فرد عليه الثاني انا معي خرف علان، يعني ارضي ريحتها السنه الماضيه بالكامل والسنه هذه بيزرعها بتجيب ايش؟ تجيب كثير حبوب، ثمره كثيره. واجابه سليمه، وهذا من امثال منطقه جبن في الضالع. ولكم شاهدتم قبل قليل احد الافلام الجميله عن المنطقه من بلادنا اليمنيه الجميله، و20,000 ريال للاخوين. اسمكما؟ عبد التواب احمد عبد الله. حسن علي سجعان. عبد التواب وحسن، 20,000 ريال، ومبروك عليكم.